وصفة النهاردة من أحلى وأطعم الحلويات اللي كلنا بنحبها. هنعمل مع بعض البسبوسة بطريقة سهلة جدا ومكوناتها بسيطة خالص، 3-4 مكونات بالكتير وهتطلع معاكي مظبوطة جدا. معاكم أكلة مع قنوش، إن شاء الله الطريقة تعجبكم. أول حاجة لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والمتابعة. هنبتدي هنا بتجهيز الشربات أو العسل. معايا هنا 1.5 كوب من السكر، عليهم 1.5 كوب من المية بالكوب المعياري أو بالمج العادي. انا كده بالنسبه لي السكر مظبوط، ممكن لو حابين تزودوا براحتكم، ممكن نعمل 2 كوباية ميه على 2 كوباية سكر، وعليهم كيسين من الفانيليا، وممكن عصرة ليمونة لو مش متوفر فانيليا. وهنقلب المكونات حلو جدا مع بعض لحد ما السكر يدوب. هنرفعها على نار وسط لمدة 10 دقايق ونطفي عليها، وكده الشربات بتاعنا جاهز، مش هياخد معاكي وقت اكتر من كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا هنبتدي بتجهيز البسبوسة. معايا 2 كوباية من الدقيق السميد، حاولوا تستخدموا نوع كويس. عليهم 2 معلقة كبار من جوز الهند المبشورة، عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر. قلبت المكونات حلو جدا مع بعض. هننزل بنص كوباية من السمنة، سمنة علب، سمنة بلدي، بس يفضل سمنة بلدي طبعا. هنقلب لحد ما الدقيق يتغلف بالسمنة. مش عايزة اعجن فيها كتير، انا عايزة بس الدقيق يتغلف بالسمنة وبس كده زي ما انتوا شايفين. اول ما الدقيق يتغلف بالسمنة حلوة قوي، هننزل بكوباية من الزبادي، وهنبتدي ان احنا نلمها مع بعض كده لحد ما تتكون معاكي عجينة سايلة، حاجة بسيطة خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عندي هنا صينية مقاس 22 من صواني البسبوسة او اي صينية متاحة عندك. هدهنها سمنة كلها كده من الاحراف، وهبتدي ان انا انزل بخليط البسبوسة كده في الصينية، وهبتدي ان انا ابل ايدي عشان تتفرد معايا وما تلزقش في ايدي. ابلها مية حاجة بسيطة كده من وقت للتاني، وابتدي ان انا افرد بالراحة كده، هتتفرد معاكي بكل سهولة. وابتدي ان انا اسوي الاحراف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هديها بس خبطتين كده على الرخامة. وعندي هنا شوية لوز، اي مكسرات متاحة عندك ممكن تزينيها بيها، دي حاجة ترجع لكم، وممكن تسيبها كده مش هتقول لا طبعا. هبتدي ان انا ارصه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. هقولكوا على كام تركة كده في البسبوسة عشان تطلع معاكي ناجحة. لازم اول ما نخرج البسبوسة من الفرن نسقيها بالشربات، طبعا يكون بارد وهي سخنة، واول ما نسقيها بالشربات نغطيها عشان تبقى معاكي طرية. هندخلها الفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180، هتاخد لون من تحت، نفتح عليها الشواية. اول ما وشها يحمر نطلعها على طول، ما نسيبهاش في الفرن. وبس كده هتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما تشرب منك الشربات كده تعرفي ان هي ناجحة على طول. ودي كانت وصفة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والمتابعة. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.